السلام عليكم غالياتي، واش راكم؟ كيما راكم تشوفوا جيتكم بواحد الوصفه ما شاء الله بزاف بزاف هايله. كيما راكم تشوفوا على بالي بلي نتحداكم كامل اذا ما جربتوهاش ونجحت معاكم من اول تجربه. هذه لجينا بزاف بزاف هايله، يعني توالم. كيما راكم تشوفوا يعني ليمونه ولا يعني هايله ما شاء الله، محشيه بواحد الكريمه خفيفه ظريفه بلا بيض. يعني اللي عندهم حساسيه تاع البيض نقول لكم هذه من قلبي لقلبكم ليكم حبيباتي، جربوها. على بالي بلي راكم رايحين تفرحوا العائله الكريمه تاعكم وتجيكم ما شاء الله. على بالي بلي اللي يذوقها راهو رايح يهبل عليها. كما راكم تشوفوا نقسمها معاكم تشوفوها من الداخل، ولكن قبل ما نبداو لا فيديو خلونا هذاك الجام والاشتراك في القناه فضلا وليس امرا. نقولوا بسم الله وعلى بركه الله. هنايا في كسرونه عندنا 3 كيسان ناقص شويه برك حبذا، يعني يكون ديروا 3 كيسان. انا ما كانش عندي الحليب، معناتها درت 2 كيسان، والكاس الثالث ناقص منه 2 اصبع. عندنا لهنايا 3 مغارف تاع النشا اللي هي المايزينا، يكونوا معمرين مليح مليح يعني مقببين. والسكر عندي حوالي 2 مغارف ولا 3. كما راكم تشوفوا مبدئيا راني رايحه نخلط بارد في بارد. يعني كما تعرفوا النشا دائما تلصق لكم في الكسرونه. بالنسبه للمبتدئ نقول لك تبعي المقادير، يعني غير بالعقل برك باش تنجحي لي في الوصفه. هنا عندي عطر الليمون اللي راهو رايح يزيدها بنه على بنه، نخلطوا بارد في بارد وندوها عفوا للنار. يعني نبداو نخلطوا راهي رايحه تتقال معاكم بدون تكتلات، ولكن لازم تبقى يعني قدام النار تخلطي غير بالعقل برك حتى تتقال معاكم، ونتحصلوا على هذا الخليط الكريمي اللي بزاف بزاف ابني. شخصيا انا ما كنتش نحبه كامل يعني واحد الوقت، ولكن منين بديت نخدمه بلا بيض كامل ولا يعجبني، وليت نحبه بزاف. وتقدروا تبدعوا فيه يعني ديروا شحال من الذوق. كيما راكم تشوفوا معايا راني رايحه نفرغه في ريسيبيون هكا ونغطيه. يعني دوك تشوفوا معايا لازم يعني باش تغطيه بكيس بلاستيكي ولا المهم لازم يقيس كامل هذاك الخليط. كيما راكم تشوفوا معنا باش ما يديرناش هذيك القشره. نجوزوا العجينه تاعنا. كيما راكم تشوفوا في اناء عندنا كاس تاع الحليب يكون دافي، ما يكونش سخون بزاف باش ما يقتلناش هذاك الخمور. معناتها ديريه دافي، ونصف كاس تاع الماء. كيما راكم تشوفوا هذه وصفه معتمده عندي بالبزاف، وطلبتوا يعني وصفه سهله مهله نقول لكم هذه من قلبي لقلبكم. عندنا كاس ناقص حوالي 3 اصبع، ولا تقدري ديري غير نصف كاس تاع السكر عادي. ملعقه معمره مليح خميره العجين، وعندنا لهنا ملعقه تاع لافاني. مبدئيا رانا رايحين نديروا هادوما الاولين. كيما راكم تشوفوا لهنا نخلطوهم مليح مليح هكا حتى هذيك الخميره تدخل لنا كامل. رانا رايحين نزيدوا لهنا حوالي كاس تاع الفرينه ونخلطوهم مليح مليح. كيما راكم تشوفوا حبيباتي راني رايحه نزيد كيس خميره الحلويات، راهي رايحه تعطيها خفه ما شاء الله. دوك تشوفوا معايا قبل ندخلوا يعني راني نمسها كنشوف الحليب اذا سخون بزاف ولا. كيما راكم تشوفوا لهنا ندخلوا هذاك الكاس تاع الفرينه ونزيدوا كيس خميره الحلويات هكذا يعني، ومن بعد نخلطوهم مليح مليح كيما راكم تشوفوا. ومن بعد نبداو نضيفوا المكون الاساسي اللي زادها بنه على بنه. دوك تشوفوه معايا اللي بزاف بزاف يعني عطاها بنه وهشاشه وخفه وطراوه. يعني تبعوا معايا الفيديو للاخير. اللي لحقت لهنا نقول لك خلينا هذاك الجام حبيبتي. عندي لهنا 2 مغارف معمرين تاع الزبده، حوالي نصف كاس يعني تاع الزيت. اذا ما كنتيش حابه تخدمي يعني بالزبده ديري نصف كاس تاع الزيت. كيما راك تشوفوا معايا راكي رايحه تتحصلي على واحد البريوش بزاف بزاف طري. ونقول لك اذا خليتي حتى الغدوه من داك راهو رايح يعني يقعد لك مده طويله. بما انه البريوش تاع المره اللي فاتت يعني لقى اقبال وعجبكم وكامل، زدت لكم هذه الوصفه اللي بزاف سهله بالنسبه للمبتدئات تحضريها ضربه واحده. كما راكم تشوفوا معايا راني رايحه نزيد لهنا مبشور حبه تاع الليمون. كما راكم تشوفوا معايا نخلطوا مليح مليح هكذا حتى نضيفوا المكونات اللي بقاو لنا اللي هما الفرينه كما راكم تشوفوا والملح. هنا حبيت نوري لكم باللي هذيك الزبده كامل دخلت مع الخليط تاعنا، والخمور يعني خمرت ما شاء الله. كما راكم تشوفوا راهي رغويه خمره ما شاء الله. هنايا تعرفوا باللي يعني راهي رايحه تنجح معاكم. هنايا عندنا ملعقه صغيره تاع الملح باش نعدلوا الذوق باش ما تجيناش يعني مسوسه وكامل. راني رايحه نضيف الفرينه، درت حوالي 2 كيسان كما راكم تشوفوا مع الكاس الاول هكا. نبقاو نضيفوا غير بالعقل برك، وجيت الكاس الثالث حطيته كما راكم تشوفوا راهو قدامكم. نضيفوا غير بالعقل برك هادو ما حطوهم ضربه واحده. ما تنسوش تغربلوا لنا الفرينه هكا
كيما راكم تشوفوا لهنايا يعني كي نشوفوا الخليط تاعي يعني تخلطت مليح مليح هذيك الفرينه، يعني حبذا لو كانت تخدمي بالفوي مبدئيا هكذا غير بالعقل برك، ومن بعد نبداو نضيفوا في الفرينه تدريجيه حبيباتي. كيما راكم تشوفوا خلطتها مليح مليح، بديت نزيد في الكاس الثالث زدت ضربه واحده كيما راكم تشوفوا معايا. لازم العجينه اي معجنه تكون عندكم سواء خبز تاع الكوشه ولا لازم تخلوها تتلاصق كيما راكم تشوفوا حبيباتي لهنايا. يعني زدت الكاس الرابع ولكن ضفت نصف كاس برك وزدت شويه برك هكا حتى تحصلت يعني على عجينه تتلاصق كيما راكم تشوفوا معايا. يعني سهله مهله حبيباتي، يعني ما شاء الله تخرجوا في الاخير، يعني تخرجوا عفوا بواحد يعني عجينه ما شاء الله. زدت حوالي ملعقه صغيره برك تاع الزبده هكا، ولا يعني ديروا الزبده برك هذا ما كان راهي ريحه تكفي. رانا رايحين نعجنوها غير شويه برك، ندلكوها شويه برك فقط يعني في وقفه. انا هذا هو الوقت اللي يعني عجنتها معكم، ما زدتلهاش ولا يعني في الخفاء هذا ما كان. وحطيتها تخمر، خليتها تخمر ولكن ما خليتهاش خمرت بزاف كيما المره اللي فاتت هذاك البريوش اللي خليته خمر خمر، ولكن جا ما شاء الله بزاف بزاف هايل. اليوم ما كانش عندي الوقت وحبيت نكملوا تمتم تما، ما خليتوش خمر زوج مرات وثلاثه كيما راكم تشوفوا لهنا خمر لي مره واحده. يعني حبط له هذاك الخمور. ودوك نقيس معاكم العجينه شحال فيها باش يجوكم كامل يعني قد بعضهم يجوكم كامل يعني شابين. كيما راكم تشوفوا العجينه تاعي هذه هي قسمتها يعني عشوائي في الاول، ومن بعد راني نكمل نقسمها هكا نوزنها معاكم. الوزن تاع الحبه البنات خرجت لي 5 يعني خبيزات، وكيما كنت قادره نخرجها يعني في 6 يعني 6 خبيزات. اذا كنتوا حابين يعني ديروها تاع 180 ولا راكم رايحين تتحصلوا عليها حتى 6 خبيزات. انا درتها 205 ولا 206، تقدري يعني ديريها 200 راكي رايحه تخرجي 6 خبيزات كيما راكم تشوفوا. هذه شويه كبيره راني رايحه نقص لها حتى نلحقها يا من 200 ولا حتى 204 كيما راكم تشوفوا لهنا. جاو كامل قد بعضهم، ولكن السنيوه تاعي درت لها الزبده وشويه تاع الفرينه. نتوما حبطوهم هكا يعني ما تخلوهمش بومبي، لانه رانا رايحين نحشوهم بالكريمه هذيك اللي بزاف بزاف هايله. كما راكم تشوفوا حبيباتي يعني درتهم هكا، حبطهم شويه خليتهم شويه خمروا، معناتها عاود ضاعف الحجم تاعهم. ومن بعد دهنت الوجه تاعهم بحبه تاع البيض، ولكن ما كنتش نصور حبيباتي، ولكن راهي سهله مهله على بالي بلي كامل تعرفوا ديروها. ديروا صفار تاع حبه تاع البيض وندهنوا الوجه تاعها هنا بعد ما خمرت، عاود حبطت لها هذاك الخمر شويه برك حبيباتي. كما قلت لكم ديروا صفار حبه تاع البيض كما راكم تلاحظوا معايا، ونديروا لها شويه لوز ايفيلي من الفوق هكا، ولا كاوكاو ولا حتى يعني كاوكاو ايفيلي. واذا ما عندكش كامل كاوكاو محمص بقشورو ومرحي، هذا ما كان سهله مهله كيما راكم تشوفوا معايا لهنايا يعني سهله. هنا البنات نبسطها كامل ندخلها الطيب حبيباتي. دوك تشوفوا معايا بعد ما طابت يعني خرجوا ما شاء الله، خرجوا بزاف بزاف هايلين. ندخلهم كيما قلت لكم يطيبوا. شوفوا معايا بعد دهنتهم بحبه تاع البيض حبيباتي. شوفوا البنات يعني ما شاء الله كما راكم تشوفوا لهنايا يعني جاو ما شاء الله محمرين وطيبين يعني حتى للقلب طيبين، ولا اروى ماشي كامل معجنين. بعد ما خليتهم بردوا قسمتهم يعني كامل وحشيتهم بهذيك الكريمه دوك اللي نوريها لكم. تشوفوها معايا كيفاش جات خفيفه وجات الطريه ما شاء الله. دوك نوري لكم الخبيزات كيفاش جاو من الداخل، جاو ما شاء الله يعني ماشي كامل معجنين ولا متقوبين وفارغين ولا اروى، يعني عجينه خرافيه. شوفوا البنات شحال ما شاء الله هايلين بزاف، وتقدري تقدميهم هكا يعني للعائله الكريمه، وعلى بالي باللي راهم رايحين يديروا بها حاله وتعجبهم الوصفه كما عجبت اولادي. كما راكم تشوفوا لهنا خفاف الظراف هايلين بزاف يعني كما راكم تلاحظوا معايا يعني ما شاء الله. دوك نجوزوا لهنا نقسم معكم وحده ونوري لكم الكريمه يعني كيفاش خدمناها وكيفاش كملناها وكيفاش حشينا فيهم. كنت وريت لكم يعني لقطه برك فقط في الاول هكا باش تشجعونا وتجربوها وباش تكملوا لي الفيديو حبيباتي. هكذا اللي نسات الجام تخلينا هذاك الجام، اللي نسات ما حطيتليش الاشتراك اذا عجبتك القناه نقول لك غير اشتركي في القناه، وصفات بسيطه في متناول الجميع. هنا البنات بعد يعني ما خليتها بردت مليح مليح راني رايحه نطلعها بالباتور هكا كيما راكم تشوفوا. كي تشوفوها طلعت نزيدوا لها ملعقه تاع الزبده وزوج مغارف ولا 3 تاع غبره الشونتي كيما راكم تشوفوا معايا. يعني حطيتها هكا راني رايحه نطلع معاكم هكا حتى يعني انا درت 3 مغارف حتى تطلع معايا وتجي ما شاء الله تجيكم واحد القهوه متقيل وفي الذوق خفيف
ونظيفة وبنينة يعني ما شاء الله. نطلعها كامل هكا كي نشوف الحجم تاعها ضاعف مليح مليح كيما راكم تشوفوا معايا. راني رايحة نعمرها في ان بوش ولا، ومن بعد نكمل الخدمة حبيباتي ونديرها كيما شفتوني يعني جات ما شاء الله. هنا نتمنى من قلبي وصفتي لي نهار اليوم تعجبكم. شوفوا لي البنات شحال ملسة وشحال ما فيهاش كامل تكتلات ولا. هذه الوصفة معتمدة عفوا عندي ونحبها بزاف، وتجي ما شاء الله. عمرهم كمية مليحة. تحبوا تزيدوا لها ملعقة تاع الشوكولاتة ولا تزيدوا لها ملعقة تاع الكاكاو، لكم الاختيار. خدمتها معكم من قبل يعني بالشوكولاتة وجات ما شاء الله. هذه المرة لا حبيتها نديرها يعني بيضة هكا باش تجي شابة وباش تعجبكم. وما تنسوناش واش وصيتكم حبيباتي. المهم لهنايا نغلقهم كامل، نقسم معاكم كيما قسمتها معاكم في اول الفيديو تاعي راهو قريب يخلص. نقول لكم تهلاو في روحكم، نحبكم كامل وحده بوحده، ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ساهل ماهل. سلام.